أنيميا نقص الحديد في أي سيدة من نسبة 12 ل 16 هو الحدود الطبيعية، فأقل من 12 10 و11 دي تعتبر أقل من الحد الأدنى، فما ينفعش تقولي إن أنا عندي أنيميا كويسة وما عنديش مشكلة، لا، تحت ال 12 فأنتي عندك مشكلة. والأعراض بتتكلم. طب أعراض السيدة: الدورة تبقى تقيلة، الدورة تبقى كتيرة، الدورات قربت من بعضها، مركبة لولب فعليها تنقيط كل شوية، وكميات الدم كترت، نهجان، تعب، مجهود من اي حاجة، انا تعبانة مش عارفة، خمول كتير ومرهقة. طيب الرضاعة تقل، فحضرتك لازم تظبطي الانيميا بتاعتك حتى بعد الولادة، مش اثناء الحمل بس وانتي بترضعي. طيب وانتي حامل انيميتك مقبولة معايا لحد 11، مش محتاجة اكتر من كده. اقل من كده هو اللي فيه علاج مستمر وعلاج بكميات اكتر، لان الطبيعي في الحمل طول الحمل ماشي على حديد، ما ينفعش اوقفه، ما ينفعش، لاني في الاخر هضطر اعوضه بمحاليل. ليه؟ لان الانيميا ممكن تسبب اجهاض، تاخر في نمو الجنين، الطلق المبكر، التهابات النساء، التهابات مجرى البول، الجفاف الرحم. كل المشاكل ممكن تحصل بسبب في الاصل الانيميا، فنعالجها اول باول عشان ما نضطرش في الاخر للمحاليل.